الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور شهاب المكاحلة. مرحبا بك دكتور، كيف تقرؤون هذا الحادث وتوقيته تحديدا؟ أولا توقيت هذا الحادث هو جاء بعد إعلان دونالد ترامب منذ ساعات موضوع حظر الأجهزة الإلكترونية على بعض خطوط الطيران بعض الدول الشرق الأوسط، إضافة إلى موضوع حظر السفر من بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة وغيرها. الحادثة اللي حصلت اليوم هي حادثة ما يسمى باللون وولفز، اللي هم الذئاب المنفردة، ومن قام بتنفيذها هي شبيهة بحادثة اللي حدثت في ألمانيا منذ عدة أشهر. الحادثة اليوم هي الذكرى السنوية الأولى لحادثة مطار بروكسل التي حدثت في العام الماضي والتي أسفرت عن وفاة 32 شخص. الحادثة في لندن هي رقم 3 في هذا القرن منذ 2005. في 2013 كانت هناك حادثة شبيهة، محاولة طعن أو قطع رأس لأحد الأشخاص، والمتبني كان هو من تنظيم القاعدة. وفي عام 2015 كذلك شخص من تنظيم الدولة الإسلامية أيضا حاول طعن رجل أمن بريطاني في داخل مترو الأنفاق. لكن ما معنى كل هذا التلاحق دكتور شهاب؟ هل يعني بأن هنالك قدرة متعاظمة لهذا التنظيم، أم أن قدرته نظرا لأنها تخبو وتضعف بسبب يعني العمليات العسكرية ضده في منطقة الشرق الأوسط أنتجت هذا النوع من ردات الفعل في لندن، في باريس، في برلين، بروكسل وغيرها؟ في هناك مثل يقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، فهذا ينطبق على الحال في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وهذه الحادثة لن تكون الأولى ولا الأخيرة. هناك حوادث شبيهة راح تكون في الفترة القادمة. ولاحظ التوقيت الحالي هو في مكان أولا سياحي رقم 1 في بريطانيا، كذلك لن تكون الأولى ولا الأخيرة كما ذكرت. في الفترات القادمة من بدءا من شهر 4 القادم، أبريل وماي وجون، وهي أوج السياحة في لندن، متوقع العدد كبير جدا من السياح أن يدخلوا إلى مطارات لندن، وهذه أيضا ستشكل ضربة قاسمة للسياحة البريطانية. وهذا التوقيت هو كان جدا توقيت مناسب بالنسبة لهذه التنظيمات، والتنفيذ جاء ليس غريبا لكنه تنفيذ شبيه بما حصل في ألمانيا. طيب دكتور شهاب، يعني ماذا لو تساءل مواطن بريطاني قال ما الذي بإمكاننا أن نفعله في بريطانيا لكي ننجو من هذه الهجمات، لكي لا تستهدفنا تنظيمات مثل داعش أو غيره؟ يا سيدي، هو الشعب لا علاقة له، لكن الأمر يتعلق بالحكومات، سياسات حكومية. فإذا كانت الدولة تتبنى سياسة تدعم متشددين في دول وتحاربها في دول أخرى، لابد أن ينعكس هذا سلبا على تلك الدولة. منذ عدة أسابيع كان البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية تبنى قرار بدعم تنظيم الإخوان المسلمين في بريطانيا، ومعنى ذلك أن النتيجة النهائية أن يكون هذا التنظيم مساند للحكومة البريطانية. لكن هؤلاء الأشخاص يتبنون عمليات بما يسمى بالذئاب المنفردة، يعني يتصرفون بشكل منعزل أو انفرادي في مجتمع ما. تبنوا هذا العملية اليوم، وللتأثير على الحكومة البريطانية فيما تدخلت في موضوع الموصل أو في موضوع العراق، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة في الحرب ضد الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا، والحسم سيكون في فترة الصيف القادم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد الانتهاء من وضع خارطة جديدة للوضع العام في العراق. نعم، ومحاربة في العراق وتركيا وسوريا. نعم. أشكرك جزيلا الشكر من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور شهاب المكاحلة. أهلا بك.